في عادة بسيطة جدا بنعملها كل ليلة من غير ما نفكر فيها، وممكن تكون السبب في تعب مزمن وقلة تركيز ونوم مش مريح، ومش بنربط بينها وبين اللي بيحصل في جسمنا. قبل ما نكمل اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة علشان المحتوى ده يوصلك دائما. الموبل بقي عنصر أساسي في حياة أي إنسان في العصر الحديث، بنصحى عليه وبننام عليه، وبقي آخر حاجة العين بتشوفها قبل النوم، وأول حاجة بنمد أيدنا عليها بعد ما نفوق. وناس كتير جدا ما بتعرفش تنام غير والموبايل جنبها على السرير أو على الكومودين أو حتى تحت المخدة، وده بقي تصرف طبيعي ومش ملفت للانتباه. لكن السؤال المهم، هل القرب المستمر ده آمن فعلا، ولا إحنا متعودين على حاجة غلط من غير ما ناخد بالنا؟ علشان نفهم لازم نفصل بين الخوف المبالغ فيه وبين الاستهتار، ونفهم الموضوع بشكل علمي وبسيط. في نفس الوقت أي جهاز لاسلكي بيشتغل بالموجات الكهرومغناطية، ودي نوع من الطاقة موجودة حوالينا طول الوقت من غير ما نشوفها. الموجات دي مش إشعاع نووي ومش بتكسر الخلايا بشكل مباشر، وعلشان كده اسمها إشعاع غير مؤين. لكن ده مش معناه إنها صفر تأثير، لأن أي طاقة قريبة من الجسم لفترة طويلة وليها تكرار يومي ممكن يبقى ليها أثر تراكمي. والموبايل طولما هو متصل بشبكة أو واي فاي بيبعث ويستقبل إشارات حتى لو الشاشة مقفولة وأنت نائم. العلم لحد اللحظة دي ما قالش إن الموبل بيسبب مرض خطير بشكل مباشر، وده مهم يبقى علشان ما نهوليش. لكن في نفس الوقت الدراسات بتتكلم عن حاجة اسمها التعرض الطويل، يعني ساعات وسنين من القرب الشديد للجسم وخصوصا الرأس، ودي اللي بيقول التوصيات دائما تميل لفكرة الإبعاد وتقليل التعرض مش المنع الكامل، لأن الجسم البشري بيتأثر بالحاجات اللي بتفضل حواليه لفترات طويلة حتى لو التأثير بسيط في البداية. بس لما نيجي للواقع هنلاقي إن المشكلة الأكبر مش في الموجات نفسها، المشكلة الحقيقية في النوم. لأن النوم مش بس عدد ساعات النوم، عملية بيولوجية معقدة الجسم فيها بيفرز هرمونات وبيعمل صيانة كاملة، وأهم هرمون في العملية دي اسمه الميلاتونين، وده المسؤول عن النوم العميق وإصلاح الخلايا. وأي حاجة تقلل إفرازه تبوظ جودة النوم حتى لو الشخص نائم عدد ساعات طويل. الموبل بيطلع ضوء أزرق، والضوء الأزرق ده المخ بيترجمه على أنه ضوء نهار، وده يخلي الجسم يقلل إفراز الميلاتونين حتى لو الشخص بص على الشاشة ثواني بسيطة قبل النوم، أو صحي على إشعار وفتح الشاشة لحظة واحدة العين ممكن تقفل بعدها. لكن المخ يفضل في حالة يقظة جزئية، وده يخلي النوم سطحي وسهل الانقطاع، وده سبب إن ناس كتير تصحى من غير إحساس بالراحة. غير الضوء في عامل تاني مهم، وهو الإشعارات والاهتزازات. حتى لو الشخص ما فوقش لها المخ بيستقبلها ويفتح جزء من الوعي، وده يمنع الدخول في مرحلة النوم العميق. وعلشان كده في ناس تنام 7 أو 8 ساعات ومع ذلك تحس بتعب وإرهاق وصداع وقلة تركيز، ويفتكروا إن السبب ضغط الحياة أو المجهود اليومي، بينما السبب الحقيقي نوم متقطع كل ليلة. في تجارب تعلت على مجموعات مختلفة، الناس نامت والموبايل بعيد، وناس نامت والموبايل قريب من السرير ومن غير تغيير أي عوامل تأنية، والنتيجة كانت إن جودة النوم كانت أحسن بشكل واضح عند اللي بعد الموبل. النوم العميق أطول والصحيان أسهل والمزاج أفضل، وده يوضح إن حتى التأثيرات البسيطة لما تتكرر يوميا يبقى ليها وزن حقيقي على الصحة. كمان وجود الموبل جنب السرير بيخلق حالة استعداد نفسي دائم حتى لو الشخص مش مستني حاجة معينة، مجرد الإحساس إن في رسالة أو مكالمة ممكن تحصل يخلي المخ مش قادر يفصل بالكامل، وده يمنع الاسترخاء الكامل اللي الجسم محتاجة علشان يدخل في نوم صحي، وده سبب إن ناس كتير تحس بتوتر خفيف من غير سبب واضح. الحلول هنا مش صعبة ولا محتاجة حرمان. أول خطوة إن الموبل يبقى بعيد عن السرير مسافة متر أو أكثر، خطوة تأنية تفعيل وضع الطيران أو قفل البيانات والواي فاي، خطوة ثالثة قفل الإشعارات قبل النوم والاعتماد على منبه بنغمة هادية. الخطوات دي بتقلل الموجات وتمنع الإزعاج وبتدي المخ فرصة يوم. في نقطة كمان مهمة، وهي شحن الموبل طول الليل، لأن ده بيزود حرارة الجهاز وبيؤثر على البطارية، ومع الوقت ممكن يبقى خطر في حالات نادرة. علشان كده الأفضل شحن الموبل قبل النوم وفصل الشاحن وترك الجهاز بعيد. النوم الهادئ مش رفاهية، النوم أساس الصحة والطاقة والتركيز، وأي عادة بتبوظه حتى لو بسيطة تأثيرها بيتراكم مع السنين. في ناس بتسأل طب لو الموبل بعيد شوية هل كده خلاص ما فيش أي تأثير؟ والإجابة إن المسافة بتفرق فعلا، لأن قوة الموجات الكهرومغناطية بتقل كل ما المسافة تزيد، وعلشان كده مجرد إبعاد الموبل عن الرأس بيقلل التعرض بشكل كبير، وده سبب إن التوصيات الطبية ديما بتتكلم عن فكرة الإبعاد مش الإلغاء، لأن الهدف مش التخويف، الهدف تقليل الضغط المستمر على الجسم خصوصا في وقت النوم اللي المفروض يكون وقت راحة كاملة. في نقطة تاني ناس كتير ما بتأخش بالها منها، وهي أن استخدام الموبل قبل النوم مباشرة بيلي المخ يفضل شغال حتى بعد ما الشخص يقفل الشاشة، لأن المحتوى اللي بيتشاف سواء أخبار أو فيديوهات أو رسائل بيحفز التفكير، وده يمنع الدخول السريع في النوم العميق. وعلشان كده الشخص يقعد فترة طويلة في السرير قبل ما ينام ويفتكر إن عنده أرق، بينما السبب الحقيقي هو تنشيط المخ قبل النوم.
كمان في فرق بين إن الموبل يكون موجود في الأوضة وإنه يكون جنب السرير، لأن مجرد وجوده في الأوضة بعيد بيقلل التأثير النفسي، لكن وجوده قريب جدا بيل المخ في حالة ارتباط دائم، وده ارتباط ذهني قبل ما يكون جسدي، ودي سبب إن ناس كتير أول ما تصحى تمد أيدها تلقائي على الموبل من غير تفكير، لأن المخ متعود على وجوده في نفس المساحة. في دراسات بتتكلم عن حاجة اسمها نظافة النوم، ودي مجموعة عادات بسيطة بتأثر بشكل مباشر على جودة النوم، زي الإضاءة ودرجة الحرارة والهدوء وغياب الشاشات والموبايل، بيكسر أكتر من عنصر في العادات دي في نفس الوقت، نور وصوت وتنبيه وحركة وعلشان كده تأثيره بيبقى مضاعف مقارنة بحاجات توني. في ناس بتقول أنا متعود ومش حاسس بأي ضرر، بس المشكلة إن تأثير قلة النوم العميق مش دائما بيظهر بشكل مباشر، أحيانا يظهر على شكل تعب مزمن أو عصبية أو ضعف تركيز أو كسل عام، وناس كتير بتتعايش مع الإحساس ده سنين من غير ما تربطه بعادة بسيطة زي وجود الموبل جنب السرير. كمان الأطفال والمراهقين بيكونوا أكثر حساسية للتأثيرات دي، لأن المخ لسه في مرحلة نمو، وعلشان كده دائما توصيات بتشدد إن الموبل يبعد عن سرير الأطفال، لأن النوم في السن ده هو الأساس في النمو والتركيز والتعلم، وأي خلل فيه بيؤثر على المدى الطويل. في نقطة مهمة، وهي أن الدماغ ما بيفصلش مرة واحدة النوم مراحل، وكل مرحلة ليها وظيفة، ولما النوم يتقطع أو يبقى سطحي الجسم ما يكملش دورة الراحة كاملة، وده مع الوقت يقلل المناعة ويزود الإحساس بالإجهاد، وده سبب إن ناس كتير تمرض كتير من غير سبب واضح. علشان كده الحلول العملية مش محتاجة تعقيد تقليل استخدام الموبل قبل النوم بنص ساعة، إضاءة خافتة، تهوية كويسة، إبعاد الموبل عن السرير، خطوات بسيطة لكنها بتفرق بشكل واضح مع الاستمرار، ومش مطلوب التغيير يحصل مرة واحدة، المهم الاستمرار. التجربة الشخصية هنا مهمة جدا، أي حد يشك جرب يبعد الموبل فترة ويراقب نومه ومزاجه وتركيزه خلال اليوم، لأن الجسم دايما بيعطي إشارات، بس إحنا أحيانا ما بنسمعهاش غير لما نهدى شوي. وفي النهاية الفكرة مش إن التكنولوجيا وحشة الفكرة إن لكل حاجة وقتها، والموبايل أداة ممتازة في النهار، لكن في الليل الجسم محتاج هدوء حقيقي علشان يشتغل صح. تاني يوم تقليل الموبل قبل النوم مش حرمان، لكنه استثمار في صحتك وطاقتك. في ناس بتقول أنا بقفل اللنت وبسيب الموبل جنب السرير وكده أكون في الأمان الكامل، لكن الحقيقة إن حتى مع قفل اللنت الموبل يفضل جهاز إلكتروني قريب من الجسم، ووجوده نفسه بيل المخ مرتبط به ذهنيا، وده معناه إن الراحة النفسية الكاملة مش بتحصل. وعلشان كده في فرق واضح بين شخص نام في أوضة هادية مظلمة من غير أجهزة، وشخص نام وفي جهاز إلكتروني قريب منه حتى لو مش شغال. كمان عادة مسك الموبل أول ما نصحى بتأثر على اليوم كله، لأن المخ وهو لسه خارج من النوم بيبقى في حالة حساسة، وأي معلومات أو تنبيهات أو أخبار بتدخل عليه في اللحظة دي بتزود التوتر من أول اليوم، وده يخلي الإحساس بالإجهاد يبدأ بدري، وده مرتبط بشكل غير مباشر بوجود الموبل جنب السرير، لأن ده اللي بيسهل العادة دي. في مفهوم اسمه الإيقاع اليومي، وده الساعة البيولوجية اللي بتنظم النوم والصحيان والطاقة خلال اليوم، ووجود الموبل وقت النوم بيبوظ الإيقاع ده، لأن الضوء والتنبيهات بتلخبط إشارات المخ، وده يخلي الجسم مش عارف يحدد إمتى يهدى وإمتى يصحى، وده السبب إن ناس كتير تحس بنعاس طول اليوم حتى لو نامت ساعات طويلة. العادة مع الوقت بتتحول لإدمان خفيف من غير ما نحس، مجرد الإحساس إن الموبل بعيد يسبب قلق بسيط، وده دليل إن المخ تعود يربط الأمان والاطمئنان بالجهاز، وده مش صحي، لأن المفروض السرير يكون مرتبط بالراحة مش بالشاشة والرسائل والتنبيهات. في بيوت كتير الموبل بقي بديل للهدوء الحقيقي، بدل ما قبل النوم يكون في سكون وتفريغ ذهني بقي في تصفح مستمر، وده يخلي الأفكار تفضل شغالة حتى بعد إغلاق العين، وده سبب شائع للأحلام المزعجة أو الصحيان المفاجئ من غير سبب واضح. لو بصينا للموضوع على المدى الطويل هنلاقي إن النوم الرديء بيؤثر على كل حاجة تقريبا، تركيز المزاج، الطاقة الشهية، وحتى اتخاذ القرارات، وعلشان كده أي خطوة بسيطة تحسن النوم بتنعكس على الحياة كلها، ووجود الموبل بعيد عن السرير خطوة من أبسط وأهم الخطوات دي. في ناس بتستغرب لما تغير العادة وتحس بعد أيام إن النوم بقي أهدى والصحيان بقي أسهل، وده بيحصل لأن الجسم أخيرا خد فرصته يدخل مراحل النوم العميق من غير مقاطعة، وده بيثبت إن المشكلة ما كانش في قلة عدد الساعات لكن في جودتها. الفكرة الأساسية إن السرير مكان للراحة فقط، وكل ما ربطناه بحاجات توني زي الموبل والتصفح والمشاهدة كل ما المخ فقد الإشارة الواضحة إن ده وقت نوم، وعلشان كده إعادة تنظيم العادة دي بتفرق بشكل أكبر مما ناس كتير متخيلة.
وفي النهاية التغيير الحقيقي مش قرار لحظة واحدة، لكنه عادة صغيرة تتكرر كل ليلة، وإبعاد الموبل عن السرير عادة بسيطة لكنها بتبعث رسالة واضحة للمخ إن الوقت ده للراحة فقط، ومع الوقت الجسم يستجيب ويرجع يشتغل بنظامه الطبيعي. في النهاية النوم الصحة مش رفاهية، لكنه أساس الصحة والراحة الذهنية، وكل خطوة بسيطة بتحسن جودة النوم بتفرق مع الوقت. وجود الموبل بعيد عن السرير عادة صغيرة لكنها بتعمل فرق كبير، ولو حسيت أن الكلام ده قريب منك جرب تطبقه وشوف بنفسك. ولو المحتوى فادك اعمل لأيك واشترك في القناة علشان توصلك فيديوهات مفيدة أكتر.